ازيكم يا صحابي عاملين ايه؟ ده الجزء الثالث تقريبا من فيديوهات اللبس الشتوي. الاول كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. بصوا يا جماعه، انا عارفه ان انا متاخره جدا في الفيديوهات، بس والله مش عارفه ايه السبب بصراحه. كسل فظيع 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 في الشتاء. بصوا عشان ما نضيعش بس جزء من الفيديو ده، بصوا البلوفر المشهور قوي بتاع بولو، يعني عارفينه. طبعا زي كل الناس جبته يعني. انا بحب حاجه بولو وبحترمها جدا. ما عنديش قطع منها كتير، بس بحبها قوي. وبصراحه كنت يعني البلوفر ده بالاخص كان نفسي اقتنيه. وحصل يعني، فاهمين. وكنت بدور دايما على البولو اللي بكم، عشان مش بحب بقى مش هلبس تحتيه حاجه او حاجه، اللي هو البولو التيشيرت يعني قصدي. بس ما حالفنيش حظ يعني، يا اما هو مش موجود يا اما ما يبقاش معايا ساعتها كاش ماني ان انا اشتريه، او ما بقاش فيه يعني، مش مخططه ان انا اشتري. فاهمين كده يعني. آه، بصوا في الاغلب انا بوريكم البناطيل الجينز بتاعتي يعني. بصوا البنطلون ده برضو من اور، انا اغلب بناطيلي من اور. في من اتش اند ام، في من ال سي عادي يعني، بشتري من اي مكان، من برشكا، من اي مكان يعني. الحاجات دي طبعا خلاص يعني بنقول لها باي باي. بصوا ده بنطلون صوف. انا بحب البناطيل الصوف قوي. هو الاتنين اللي عندي كمان، انا مش عارفه مصوره التاني ولا لا، بس ده جاي على ابيض في اسود، والبيزك بتاعه رصاصي. لكن انا جايبه واحد تاني بقى رصاصي رصاصي يعني جراي كده، م- سادة ألطف من ده كمان. أنا ده يعني مش عاجبني قوي زي التاني. بصوا دايما بجيب بنطلونات يعني أشكالها مش عادية، وفي الآخر مش بلبس إلا الحاجات البسيطة يعني. اهو بصوا أنا بوريكم، ده اللي هو المربعات الأبيض في أسود، والتاني اللي هو الرصاصي سادة. تمام. اهو التاني، ده التاني. بس أنا بحب الرصاصي السادة أكتر، مش بحب ده قوي يعني، مش عارفة ليه. بحس ان تفصيلته مش عجباني قوي. هو بصوا في حاجات كده بتطلع موضة في اوقات معينة، وخلاص انتي بتشتريها وبعد كده مش بتندمي، بس اللي هو خلاص بتركنيها جنبك يعني. ايوه بقى، ما انا عماله اقول البنطلون المخطط ده انا سايباه على جنب كده ومش بوريكوا اي حاجه. ده بنطلون برضو البيزك بتاعه ابيض، وهو فيه خطوط كده، يعني بلو بلاك كمان، فاهمين. بقول لكم ان احنا ممكن نلبسهم على بعض، مع ان ما بيحصلش وما بلبسهمش على بعض. بس مش عارفه ليه والله، تصدقوا ان الفيديو ده لفت انتباهي ان انا ممكن البسهم على بعض. انا ليه مش بعمل كده؟ مش عارفه. عشان هو لونه فاتح، وانا حاسه نفسي ان انا بقيت اوفر سايز شويه، فما بحبش. بصوا ده برضو من بولو. بس بصوا البلوفر ده عندي من قديم الازل. خلاص من بولو، اوكي. البلوفر ده عندي من زمان قوي. هو يبان، بصوا بيلقط كل الترابايه في الحياه يعني، بس هو نضيف والله. بصوا يعني انا بحبه قوي، بلبسه تحت اي حاجه، بعمله بيزك لاي حاجه. وانا ممكن اقعد بيه بصوا بحبه جدا، مريح وخامته حلوه قوي وخفيف، وفي نفس الوقت بيدفيني. ما تسالونيش ازاي يعني، يمكن عشان هو بولو، يمكن انا عشان بحب البولو. زي ما بقول لكم كده، انا يعني من الماركات اللي بحترمها وبحترم الحاجات بتاعتها يعني. ده مثلا عندي من اول جوازي يعني، فاهمين. ما يعني بحبه مفيش حاجة عايشة عندي من أول جوازي إلا الحاجات بسيطة جدا، وفعلا اللي هي الحاجات الأصلية قوي يعني. بصوا يا جماعة، ده بنطلون كنت جبته من اتش اند ام. ما كنتش مخططة ان انا اشتري ولا اي حاجة، بس جوزي بقى قال لي ايه، لا تعالي نشتري ومش عارف ايه. بصوا هو ما بلبسوش خالص، لان زي ما بقول لكم انا بقيت اتخن منه يعني، وانا تقريبا بوريه لكم، بقول لكم حد يجي ياخده يعني. ما بلبسوش خالص. بصوا البنطلون ده صيفي مش شتوي، لان زي ما انتم شايفين القماشه كده. بس ده من البناطيل الغريبه اللي انا جايباها يعني، او البناطيل اللي فيها فكره يعني، مش غريبه ولا حاجه بس فيها فكره. والله عندي لبس بس مش بلبس حاجه خالص يا جماعه. يعني على فكره الفيديوهات دي فكرتني بلبسي بجد والله يعني، عشان بقالها فتره متصوره وانا مش بلبس حاجه خالص منهم، مش عارفه ليه بصراحه. البلوفر ده اوفر سايز، الفتره دي بلبسه كتير.
انيق وجميل، وفي نفس الوقت بقى مش بيبين لي تخينه، لا هو اللي اوفر سايز، انا ماليش دعوه. هنا طبعا يا جماعه على الجنب هنا كان في كومه هدوم، كومه كبيره قوي قوي، يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه. عشان هنا تقريبا كنت بصور، بحاول ان انا بصور شويه بلوفرات، وبصور الحاجات الاوفر سايز، الحاجات السوري الغريبه اللي عندي، البناطيل اللي فيها فكره. قلت هعمل الفيديو ده عن البناطيل اللي فيها فكره بس، واحط معاها بلوفرين 3 4 كده. يعني مش عارفه، انا بقيت كسوله جدا في التصوير تقريبا. هنا انا كنت برتب كمان، فكانت الدنيا خانقه قوي. انا لما برتب اللبس الشتوي بتاعي بتبقى الدنيا خانقه بجد، يعني ببقى مخنوقه جدا، لان الحاجات بتبقى كتير والاماكن بتاعتها مش كتير قوي. برضو البلوفر ده من اور، تفصيلته حلوه قوي، بيرسم الجسم. بس والله انا مش بلبسه بجد يا جماعه. الفيديو ده رهيب، الفيديو ده هيخليني دلوقتي حالا اطلع واقعد اجيب اللبس اللي انا ما بلبسوش ده البسه، لان انا بقيت اقعد ابص في دولابي اقول لا، امال لبسي راح فين؟ انا ما بلبسش ليه؟ انا دايما بستنى الشتاء علشان انا عندي لبس كتير في الشتاء، عشان انا بحب لبس الشتاء. مش عارفه. انا بلبسه دايما على البنطلون ده، ومش عارفه هو بيليق ولا لا، بس انا بحب البسه عليه يعني، متسالونيش ليه. من يوم ما جبت البلوفر ده وانا بلبسه على البنطلون الفاتح ده. لا ما بلبسوش على ده، يعني بلبسه على البنطلون الفاتح ده. والله يا جماعه بفتكر معاكم لبسي، عماله اقول لنفسي ده انا عندي حاجات اهو، امال ايه امال ليه بحس ان الدولاب مفيش كده بصوا يا جماعه، البلوفر ده هاند ميد، ومش اي هاند ميد بقى، ده صنع مامتي. بعتز بيه قوي، بجد بعتز بيه جدا. يعني هو يعني بقالي فتره ما لبستوش، بس هو صنع مامتي يعني. يعني هي ايه تعبت الخيط ده بالاخص، اتعمل كذا بلوفر. يعني قلت لها ماما انا عايزاه طويل قوي، وانا كنت ساعتها كنت حامل في ابني الصغنون، عايزاه طويل قوي. ما بعد ما عملتهولي وصل لغايه ركبتي، يعني شوفوا تعبت قد ايه. قالت لي لا انا هفكه كله، ده شكله وحش قوي مش حلو، انا هعمله من تاني. وكذلك البلوفر ده بقى مش بلوفر، ده زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده زي حاجه بتتلبس فوق شميز مثلا. ممكن بقى لو حد مش محجب او حاجه يلبسها كده. بصوا شكله رائع في اللبس، مش عايزه اقول لكم قد ايه هو حلو. بس هو زي ما بقول لكم عايز حاجه حد بيلبس مفتوح قوي، فاهمين؟ هو على شميز لذيذ وكل حاجه، بس انا اكتشفت ان هو يعني عريان احلى بكتير 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 يا جماعه. فاهمين بقى؟ حلو قوي، يعني بيبان تفصيلته، بيبان الغرزه بتاعته يعني. لو كنا دخلنا كمان حاجه فيها بتلمع شويه في الموضوع كان بقى خطير يعني. بس هي فكره جات لمامتي يعني وعملتهولي، فمن الحاجات اللي انا بحبها. وفي بلوفر كمان كده هوريهولكوا برضو. اي حاجه عملتها لي والدتي يعني هي ليها مكانه خاصه عندي، حتى لو باظت يعني، فاهمين؟ هركنها على جنب كده ومش هرميها يعني. يا بصوا الشال ده شال مقفول كده، مش عارفه بيسموه حاجه، بس أنا مش عارفه ايه هي يعني. برضو لذيذ جدا في اللبس والله يا جماعه، بس ما بلبسوش. مش عارفه ليه بصراحه. انا نسيت لبسي وعماله بقى، يا ما مش انا متضايقه وعايزه اجيب، انا خايفه بس اجيب حاجه من اللي عندي يعني. انا بحب الشالات قوي، بس انا ناسيه لبسي، يعني انا عايزه اطلعه تاني ده كان محل اسمه اكسسوارز، موجود في كارفور. مش عارفه بقى من المحلات اللي قفلت ولا لا بصراحه يعني. هشوفه بس الذكرى. ده جوزي كان مسافر مشوار كده وجالي بيه. بحب انا الحاجات اللي كانت بتحصل زمان دي، كان يسافر القاهره، يسافر كده يروح يجيب لي حاجه ويجي، فاهمين؟ يجيب لي اي جفت وهو جاي، ما بيرجعش ايده فاضيه. دلوقتي خلاص بقى